بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور أحمد صلاح. إن شاء الله النهاردة هناخد محاضرة بسيطة جدا وسهلة ومش هتحتاج تذاكرها تاني إن شاء الله. محاضرة بعنوان الإنزيم اللي هي الإنزيمات. عايزين نتكلم عن إيه في المحاضرة دي يا دكتور؟ عايزين نعرف يعني إيه إنزيم، ونعرف تركيبه، نعرف إزاي بيشتغل، وإيه أنواع الإنزيمات على حسب السبيسيفيتي اللي هو التخصص، ثم الفاكتور اللي هتأثر على نشاط الإنزيم سواء هتزوده أو هتقلله، ثم حاجة اسمها الكاينيتيك اكتيفيتي. طيب، أول سلايد معايا بتكلمني على تعريف الإنزيم. يعني إيه إنزيم؟ قال لي الإنزيم محفزات، بس محفزات حيوية، يعني موجودة داخل جسم الكائن الحي. فيقول لي الإنزيم دي بيولوجيكال كاتالايتس. كاتالايتس اللي هي المحفزات، اللي هو عندي تفاعل كيميائي بحط عليه مادة محفزة علشان تزود لي سرعة التفاعل. فدي نفس الفكرة. الإنزيمات بيولوجيكال كاتالايتس بتدخل أو بتساعد التفاعلات الكيميائية اللي بتتم داخل جسم الإنسان إنها تحصل بسرعة، وتحصل في درجات حرارة قليلة، وتحصل باستخدام طاقة قليلة. فبيقول لي الإنزيم لو جينا نتكلم على الاستراكشر بتاعه، هنلاقي الإنزيم المواقع الأكتف فيها هي الجابس، الفجوات أو الحجرات اللي موجودة في الإنزيم. بمعنى ده كده إنزيم كورة، دي كده ماهيش شغالة، ماهيش أكتف. أمال إمتى تبقى شغالة؟ قال لي لما يبقى فيها فجوات. إزاي؟ قال لي تبقى مثلا عاملة كده، دي فجوة ودي فجوة تانية، دي فجوة وده فجوة، ده سايت وده سايت. دي اسمها السايت اوف اكشن او الاكتف سايت، اللي بتديني افكت، اللي بتخلي الانزيم يشتغل. فيقول لي الاماكن الفانكشنال سايت او الاكتف سايت اللي موجوده في الانزيم بتبقى الجابس اللي موجوده في الانزيم. الجاب اللي هي الفراغات اللي موجوده في الانزيم دي بتتكون من لونج تشين امينو اسيد. عشان كده قلنا البروتينات لها دور مهم جدا في تكوين الانزيم. طيب اللونج تشين فاتي اسيد، اللونج تشين امينو اسيد دي، الاحماض الامينيه دي، السلاسل بتاعتها بيحصل لها ايه؟ اورجانيزيشن علشان تديني الشكل ال 3 دي اللي هو ال 3 ديمنشنال شيب، اللي بيحدد لي او بينقسم الى عده اماكن: سبستريت بايندنج سايت، وكاتاليتيك سايت، والوستيريك سايت. الفكره في ايه؟ الفكره ان هو بيقول لي الانزيم عليه مواقع ارتباط، 3 مواقع ارتباط اللي هما 3 فجوات. اول موقع ارتباط بيبقى اسمه السبستريت بايندنج سايت. السبستريت اللي هي المواد المتفاعله، المواد اللي ناوية تتفاعل مع بعضها. فبنربط المواد اللي بتتفاعل دي عن طريق هذا السبستريت بايندنج سايت، ثم نكون المادة الناتجة عن طريق حاجة اسمها الكاتاليتيك سايت، فيخرج منها هنا المادة الناتجة اللي هي الكاتاليتيك سايت. يبقى دول كده سبستريت بايندنج سايت، المادة الأولى ترتبط هنا، المادة التانية ترتبط هنا، الناتج يطلع هنا. تمام. ثم عندي مكان تاني اسمه الالوستيريك سايت، والالوستيريك سايت ده بيبقى مكان جانبي كده بنعمل بيه ريجوليشن للاكشن بتاع الانزيم، نزود الاكشن او نقلل الاكشن. يبقى انا كده عندي كام سايت؟ 3: سبستريت بايندنج سايت، وكاتاليتيك سايت، والوستيريك سايت. قلنا الالوستيريك سايت اكتب جنبه ده بتاع الريجوليشن اللي هيتحكم في نشاط مين؟ الانزيم. والسبستريت ده بتاع السبستريت، والكاتاليتيك ده اللي بيحصل عليه الرياكشن، يعني بيحصل عليه التفاعل. طيب بالنسبه للسبستريت بايندنج سايت، بيقول لي في عندنا ريجيد موديل وفي عندنا فليكسيبل موديل. يعني في انزيمات ما بتغيرش في شكلها، المواد المتفاعلة بترتبط بيها بنفس الشكل، ولازم أن يكون شكل المادة المتفاعلة شبه البايندنج سايت، بنسميها اللوك اند كي. يبقى دي ما بتغيرش في الشكل بتاعها، شكل القفل والمفتاح. ازاي؟ ده شكل البايندنج سايت وده شكل السبستريت، هيدخلوا في بعض، لكن ولا الانزيم هيغير شكله ولا اي حاجة هتحصل. تمام. دي اسمها ريجيد يعني صلب، ريجيد موديل، ان هنا ما بنغيرش شكلنا لما بنرتبط بالسبستريت. اسمه اللوك اند الكي موديل، القفل والمفتاح. اما الفليكسيبل موديل فهنا السبستريت لما بيرتبط بالانزيم بيخلي الانزيم يغير في شكله، اللي هي الكونفورميشنال تشينجز. كونفورميشنال تشينج اللي بيحصل بيحصل علشان يخلي الانزيم مور فيت. كلمة فيت يعني اكثر آه، احكاما او امساكا بمين؟ بالسبستريت. بنسميه ايه؟ بنسميه الانديوزد فيتنج موديل. الانديوزد فيتنج موديل. طيب اديك مثال على الفليكسيبل موديل ده. لو انت فاكر
على السيل ممبرين كنا بنقول ان احنا عندنا بروتين ايون تشانل اللي هي بوابات نقل البروتينات. كنا بنقول ان في منها نوع بيشتغل بيفتح وبيقفل عن طريق ريسبتور. لما تيجي لايجند مادة من بره تمسك فيه البوابة دي تفتح. طب البوابة دي كانت مقفولة كده، هتفتح ازاي؟ بان يحصل تغيرات في الشكل الخارجي يخليها تفتح. فدي نفس الفكرة، ان لما اللايجند جه اللي هو السبستريت اهو ارتبط بالبايندنج سايت بتاعه، ادى الى تغير في شكل البوابة، فالبوابة اصبحت مفتوحة. تمام، فخلت الايه، الايونات تعدي منها. ده مثال على الايه، حتة الانديوزد فيتنج موديل اللي هو بيغير شكله، عشان كده بنسميه فليكسيبل يعني مرن. طيب بالنسبة للالوستيريك سايت، الالوستيريك سايت معناها change in shape. change in shape. فبيقول لي الالوستيريك سايت يوجوالي بيبقى far from الكاتاليتيك سايت، يعني بعيدا عن الكاتاليتيك سايت. والالوستيريك سايت بيخلي الانزيم يغير في شكله، بمعنى لو انا عايز التفاعل يتم هشغل الالوستيريك سايت فيبقى شكله يبقى شكل البايندنج سايت زي شكل السبستريت. تاني الالوستيريك سايت لو ارتبطت بيه هيبقى شكلي شبه السبستريت فيحصل الرياكشن. لو مادة انهبيتور جت ارتبطت بالالوستيريك سايت هتغير الشكل فيبقى شكله مش شبه السبستريت فما يحصلش رياكشن. فالالوستيريك سايت ده بتاع تغير شكل البايندنج سايت. تاني، الالوستيريك سايت ده مكان الارتباط بيه بيغير لي شكل البايندنج سايت، يا اما يصبح اكثر قابلية للارتباط بالسبستريت او اقل قابلية فيقل الايه النشاط. يبقى ده الالوستيريك سايت. طيب بالنسبة ليه خصائص الانزيم اللي هي السبيسيفيتي، اللي هي الخصوصية او التميز، ان الانزيم ده بيشتغل لمادة معينة او لرياكشن معين. فبيقول لي السبيسيفيسيتي عندنا انواع. في حاجة اسمها الابسوليوت سبيسيفيسيتي. ابسوليوت يعني مطلق، يعني ده خاص في كل حاجة، بمعنى ان الانزيم بيشتغل على only one substrate. زي انزيم اسمه اليوريكيز بيشتغل على اليوريك اسيد. هات له اي مادة في الدنيا مش هيشتغل عليها، هو بيشتغل على اليوريك اسيد وبس. يبقى absolute specificity معناها ان الانزيم مش هيرتبط غير ب only one substrate واحد بس، زي اليوريكيز يوريك اسيد. طيب النوع التاني اسمه الديوال سبيسيفيسيتي. ديوال يعني ايه؟ يعني اقدر ارتبط بتو سبستريت بديفرنت تو سبستريت فسميتها ديوال. ديوال يعني زوجي. طب هرتبط بتو سبستريت بس هعمل نفس الرياكشن. يعني هرتبط مثلا بالزنسين والهايبوزنسين، ده مادة ودي مادة، بس الاتنين هعمل لهم اوكسيديشن عن طريق هذا الانزيم. يبقى الزنسين اوكسيديز يقول لك علل الزنسين اوكسيديز له ديوال سبيسيفيسيتي. قال لي لانه بايند او اكتنج اون الهايبوزنسين اند الزنسين اند كوز اوكسيديشن اوف بوث اوف ذم الى يوريك اسيد انتو يوريك اسيد، يبقى بيحولهم الاثنين ليوريك اسيد. يبقى هو كده بيدي نفس الرياكشن على تو ديفرنت سبستانس يحولهم الى نفس الحاجه. طيب او وان سبستريت او ارتبط بوان سبستريت وادي تو ديفرنت رياكشن، يبقى دي اسمها ديوال سبيسيفيسيتي. يبقى يا ارتبط بمادتين وادي نفس الرياكشن، او ارتبط بماده واحده واعمل تو ديفرنت رياكشن. زي مثلا الايزوستريت دي هيدروجينيز. الايزوستريت دي هيدروجينيز بيشتغل على الايزوستريت ده الانزيم علشان مرة يعمل له دي هيدروجينيشن ومرة يعمل له دي كاربوكسيليشن ويحوله إلى ألفا كيتو جلوتاريت. يبقى هنا بيعمل له الحاجتين، بيعمل له دي هيدروجينيشن ودي كاربوكسيليشن ويحوله إلى ألفا كيتو جلوتاريت. قال لا، نفس الإنزيم عمل تو رياكشن بس على سبستريت واحد بس. يبقى 1/2 أو 2/1 برضو معناها ديوال سبيسيفيتي. 1/2 يعني هعمل رياكشن واحد على تو ديفرنت سبستانس. 2/1 يعني هعمل تو رياكشن على وان سبستانس. دي اسمها ديوال سبيسيفيتي. والأمثلة مهمة، الزنسين اوكسيديز والايزوستريت دي هيدروجينيز. طيب نيجي للمثال اللي بعد كده، ستيرو سبيسيفيتي. ستيرو سبيسيفيتي، ستيرو يعني الفراغي، فدي التميز الفراغي، بمعنى ان انا بشتغل على سبيسيفيك ايزومر للسبستريت. يعني مثلا الامينو اسيد عرفنا ان فيهم ال امينو اسيد ودي امينو اسيد.
ال ده اللي بيبقى ناحية الشمال الأمين، الدي ده اللي بيبقى ناحية اليمين الأمين. هما الاتنين واحد، هما الاتنين نفس الأمينو أسيد، بس ده ال وده دي، فشكله الفراغي مختلف. أقول لك أنا هشتغل على ال بس، هشتغل على الدي بس، فيقول لك عندي ال امينو اسيد اوكسيديز يشتغل على ال امينو اسيد اونلي، ودي امينو اسيد اوكسيديز يشتغل على الدي امينو اسيد اونلي. فدي مع اسمها سبيسيفيك ايزومر. ايزومر يعني بشتغل على شكل واحد من الامينو اسيد، هو له كذا شكل، بشتغل على شكل واحد منهم بس اسمها ستيرو سبيسيفيسيتي. طيب نيجي للريلاتيف سبيسيفيسيتي. ريلاتيف يعني نسبي، ابسوليوت مطلق، هشتغل على واحد بس وهعمل له رياكشن واحد بس. انما الريلاتيف نسبي، يا دكتور انا هشتغل على بوند معينة سواء كانت في اي مركب هشتغل عليها، زي مثلا اللايبيز. اللايبيز بيكسر الاستر بوند في اي ليبيد، حطه بقى في ترايجلسرايد، حطه بقى في اي مركب دهني هيروح يكسر الاستر بوند، يبقى ده اللايبيز. يبقى هو بيشتغل على جروب اوف كومباوند، مركبات عدة، بس نفس البوند، ذا سيم تايب اوف بوند، يبقى بيشتغل على مجموعة من المركبات بس على بوند واحدة فيهم، يبقى هي دي تخصصه. فهو كده ريلاتيفلي نسبيا هو متخصص لانه بيشتغلش غير على بوند واحدة، وريلاتيفلي هو مش متخصص لانه بيشتغل على مواد كتيرة، فدي بسميها الريلاتيف سبيسيفيتي. لو انت قصدك على الرابطة يبقى هو متخصص لانه بيشتغلش غير في رابطة واحدة، لكن لو انت قصدك على المركب هو مش متخصص لانه بيشتغل على مركبات كتيرة. كمان بيقول لي الاميليز. الاميليز بيشتغل على اي سكر بيكسر لي فيه الجلوكوسيديك بوند، اللي هي الجلوكوسيديك لينكج، اللي بتربط لي الجلوكوز ببعضه او بتربط لي السكريات ببعضها عشان تكون لي مركبات اكتر. المركبات الاكبر دي منها الستارش، فاحنا بنروح نكسر الجلوكوسيديك بوند اللي موجوده في الستارش. طيب يبقى اسمها الاميليز ايه؟ انزيم. طيب في الاستراكشرال سبيسيفيسيتي. استراكشرال يعني تركيبي، استراكشرال يعني تركيبي. يعني ايه بقى؟ هنا هشتغل على نفس البوند، ولكن البوند اللي تكون معمولة بمركبات معينة. يعني ايه؟ يعني مثلا التريبسين، يقول لك يا دكتور انا هروح اكسر لك البيبتايد بوند. البيبتايد بوند دي موجودة في البروتينات، طب ما كل البروتينات هتتكسر بالتريبسين. قال لي لا، مش كل البيبتايد بوند هتتكسر بالتريبسين، ده البيبتايد بوند الناشئة بالكربوكسيل جروب بتاعت الارجينين او اللايسين. يعني لو امينو اسيد تاني هو اللي عامل البيبتايد بوند مش هكسره، انا هكسر البيبتايد بوند بتاعت الارجينين واللايسين اونلي. فدي اسمها structural specificity. يبقى انا شغال على نفس البوند ولكن بحتاج كيميكال جروب هي اللي تكون عامله لي البوند دي around this بوند، زي الارجينين واللايسين في البيبتايد لينكج بيتكسروا بالتريبسين، يبقى التريبسين مش هيكسر غير البيبتايد بوند اللي ناشئه من الارجينين او من اللايسين. طيب ده كده كان السبيسيفيسيتي. طيب نيجي للانزيم كاينيتيك. احنا علشان نعمل تفاعل كيميائي محتاجين طاقة. طيب في تفاعلات كيميائية بتتم في جسم الإنسان علشان تتم بره جسم الإنسان محتاجة تتم في درجة حرارة 1000. طب أنا إزاي جوه جسمي أعمل درجة حرارة 1000؟ مش هينفع. طب أعمل إيه؟ قال لي أجيب كاتالايز، محفز داخل الجسم يبقى اسمه بيولوجيكال كاتالايز اللي هو الإنزيم. فالإنزيم وجوده بيقلل لي الانرجي ريكواير عشان الرياكشن يتم، اللي هي الاكتيفيشن انرجي، بيقلل لي الاكتيفيشن انرجي. يبقى الانزيم كاينيتيك بيقلل لي الاكتيفيشن انرجي اللي هي ايه؟ قوة التحفيز او قوة التنشيط، بيقللها، بيخلي لي الطاقة دي قليلة، دي اسمها الانزيم كاينيتيك. يبقى البريسنس اوف انزيم لورد الانرجي ريكوايرد، وجود الانزيم بيقلل الطاقة اللي انا محتاجها، دي معنى كلمة انزيم كاينيتيك. طب الانزيم كاينيتيك دي هتتوقف على ايه او هحسبها ازاي؟ قال لي هتتوقف على السبستريت كونسنتريشن اللي هو كمية المواد المتفاعلة، والانيشال فيلوسيتي والماكسيمال فيلوسيتي اللي هي سرعة بدء التفاعل والسرعة القصوى للتفاعل. فالكي ام اللي هي الكاينيتيك انرجي او الانزيم كاينيتيك، الكي ام اللي هي الانزيم كاينيتيك بنحسبها عن طريق ايكويشن اسمها ميخائيل اند مينتن ايكويشن. ميخائيل اند مينتن ايكويشن بتقول لي ان الكي ام او الفي زيرو اللي هي الانيشال فيلوسيتي هتساوي الماكسيمال فيلوسيتي على الكي ام زائد السبستريت.
تمام، زائد السبستريت اللي هو السبستريت كونسنتريشن يعني. فالماكسيمال فيلوسيتي في الكونسنتريشن على الكي ام زائد، ما علينا من المعادلة انا مش هحفظها. بس الكي ام فاليو اللي هي الكاينيتيك دي بتدل على ايه؟ بتدل على الافينيتي اوف الانزيم للسبستريت. بمعنى بقى، انا قلت لك ده انزيم A وده انزيم B. الانزيم A مش بيشتغل الا لما كمية السبستريت تكون اكتر من 5 مللي جرام، والانزيم B مش بيشتغل الا لما تكون كمية السبستريت اكتر من 20 مللي جرام. مين فيهم الكي ام بتاعته اعلى؟ قال لي ايه كميته اعلى. طب جت منين يا دكتور؟ قال لي اصل ايه بيقدر يشتغل كويس في اقل كمية سبستريت، وبالتالي الافينيتي بتاعته للسبستريت قوية. كلمة افينيتي يعني قوة الارتباط، سيبك من قوة الارتباط خليها الحب. افينيتي معناها الحب. لو الانزيم بيحب السبستريت اقل ريحة سبستريت هتشغل الانزيم. شفت اللي بيحب واحدة، تمام، اقل كلمة منها تخليه يتبسط. تمام. لو جبت بقى حد ما بيحبوش وقعد يقول له كلام الدنيا والاخر مش هيتبسط. فدي نفس الفكرة. برضه واحدة تحب واحد اقل نظرة منه تخليها تبقى سعيدة. تمام. الدنيا كلها تعاكسها ما هيش راضي. فدي نفس فكرة افينيتي. يبقى الافينيتي معناها الحب، الارتباط، قوة الارتباط، قوة حب الانزيم انه يرتبط بالسبستريت. فايه مع كمية قليلة 5 مللي جرام لقيته اشتغل واداني افكت 100%. لكن بي مش راضي يشتغل الا لما يبقى فيه 20 مللي جرام. فايه اقل منه في السبستريت كونسنتريشن، وبالتالي يبقى اعلى منه في الكي ام. تمام. فبيقول لي اهوت، لو جيت تبص على المنحنى ده، هنا تركيز السبستريت وهنا الفيلوسيتي بتاعه الايه التفاعل. كل ما زودنا السبستريت كل ما التفاعل زاد، كل ما زودنا السبستريت كل ما التفاعل ايه سرعته زادت. طيب الكي ام بتحسب لي ال 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 نص الماكسيمال فيلوسيتي. الكي ام هي قيمة نص الماكسيمال فيلوسيتي، اللي هو تركيز المتفاعلات اللي هو concentration of الايه concentration of السبستريت اللي هيكون عنده التفاعل يوصل لنص سرعته. طيب لو قمت راسم لك هنا كده خط تاني، تمام، وقمت قايل لك الكي ام نص التفاعل اهو، تمام اهو، دي الكي ام هنا اهو، وده ايه وده بي، يبقى مين فيهم الكي ام اعلى؟ الكي ام الاعلى اللي باقل تركيز قدر يوصل لنفس نص الايه سرعة التفاعل. دي نص سرعة التفاعل بتاعتك مثلا، انت محتاج هنا تركيز 50، لكن انا كنت بتركيز 20 بس بقوم بالواجب. يبقى ايه؟ يبقى انا احسن. يبقى الكي ام كل ما كان ناحية الليفت كل ما كان اعلى. تمام، معناه ان الافينيتي اعلى. فبيقول لو تنكريز السبستريت كونسنتريشن هيزود لي الفيلوسيتي، تمام، لحد ما اوصل لحاجه اسمها البلاتو، اللي هو خلاص انا كده وصلت لاعلى سرعه، فما عدتش هزيد عن كده. طب ليه يا دكتور؟ طب ما انا كل ما ازود السبستريت المفروض التفاعلات سرعتها تزيد والتفاعل سرعته تزيد. اقول لك لا، هو احنا عندنا 100 انزيم، فانت لما كنت حطيت لي 20 سبستريت 20 انزيم اشتغلوا، لما حطيت لي 50 انزيم اشتغلوا، فالتفاعل سرعته زاد. بدل ما كنت بعمل 20 تفاعل بقيت بعمل 50 تفاعل. طب حطيت لي 100 سبستريت كده انا وصلت للفي ماكس، 100 انزيم شغالين على 100 سبستريت. لكن لو حطيت لي 150 خلاص انا ما عدتش اقدر ازود عن 100 سبستريت او 100 تفاعل. تمام، لان انا ما عنديش غير 100 عامل اللي هم 100 انزيم. فانا بزياده السبستريت كونسنتريشن هفضل ازود الفيلوسيتي لحد ما اوصل للفي ماكس اللي هي الايه الفي ماكس اللي هي الفيلوسيتي ماكسيموم. ليه؟ لان هنا حصل اوكيوبيشنال لكل الانزيم مولكيول. اوكيوبيشنال يعني ملء، كل الانزيم اتملت بالسبستريت فما عادتش السرعه هتزيد عن كده. طيب ايه الفاكتور اللي اتاثر على الريت اوف الانزيم رياكشن؟ قال لي التمبريتشر، درجه الحراره، بزياده درجه الحراره تزداد سرعه التفاعل، خلاص بقى معروف. البي اتش، قال لي في عندي حاجه اسمها الاوبتيمال بي اتش. دي البي اتش اللي احنا المفروض نبقى عندها احسن حاجه اسمها اوبتيمال بي اتش. زدت عنها قلت عنها يبدا سرعه التفاعل تقل. كمان الكونسنتريشن اوف الانزيم، كل ما زودت الانزيم انا بزود عدد العمال وبالتالي يزيد سرعه التفاعل. كل ما زودت السبستريت انا بزود كميه المواد، يبقى بزود برضو الريت اوف الانزيم كاتالايز رياكشن. طبعا كل ده ليميتد. ليميتد يعني ايه؟ زي النوت زي النت كده عندنا في ليميتد. ليميتد يعني سرعه تفاعل محدوده.
طيب البروتكتنج اوف الانزيم فروم اللايت اند راديشن، الانزيمز لو تعرضت للضوء او للراديشن الاشعاع يحصل لها ديناتوريشن لانها بروتين وبالتالي سرعه التفاعل تقل فلازم تحميها. بروتكتنج اوف الاكسيديشن اند الانهبيشن، لو في انهبيتور دخل وقف الانزيم او اوكسيديشن حصل للانزيم فباظ مش هيشتغل. concentration اوف الكو فاكتور او الكو انزيم، كل لما زادت الكو فاكتور والكو انزيم دي العوامل اللي بتساعد الانزيم ان هو يشتغل يبقى يزيد مين؟ الريت اوف انزيم رياكشن. اخر حاجه الافكت اوف الاند برودكت او الفيدباك، دي الفكره فيها ايه؟ الفكره فيها ان انا مثلا عندي ماده A زائد ماده B ادوني ماده C من خلال الانزيم S. طيب الماده C لما بتطلع بتروح تعمل انهبيشن على A و B او على الانزيم توقفه ليه؟ انا خلاص اتكونت فما عادش لازم تكونه مني اكتر. دي حاجه كده زي ايه؟ الفيدباك ريجوليشن، انا باخد منك فيدباك اللي هو نظره مرجعيه عشان اعدل من نفسي. فانا مثلا بطلع هرمون معين، الهرمون طلع يقوم رايح باعت للغده قايل لها خلاص انا طلعت ما انتش تخرجي اكتر من كده، كده انا مستوايا في الدم كويس. يبقى دي حته الايه؟ الفيدباك او الافكت اوف الاند برودكت اللي هي الماده الناتجه، هل هتروح توقف ولا هتروح تشغل. والفيدباك ميكانيزم وهناخده ان شاء الله في الفسيولوجي نوعين، بوزيتيف فيدباك ميكانيزم ونيجاتيف فيدباك ميكانيزم. البوزيتيف يعني يزود اكتر واكتر، النيجاتيف يعني يقلل. ومعظم الفيدباك في الجسم بيبقى نيجاتيف. سؤال ام سي كيو اهوت خدته في الفسيولوجي وهيجي في الامتحان ان شاء الله على ما ناخد بقى المحاضره. طيب في حاجه اسمها الانزيم انهبيتور. الانزيم انهبيتور دي المواد اللي بتروح تعمل انهبيشن للانزيم توقفه. قال لي ودي 3 انواع: reversible enzyme inhibition بتبقى competitive ونون كومبتيتيف وان كومبتيتيف. ايه؟ كومبتيتيف يعني تنافسي، نون كومبتيتيف يعني غير تنافسي، ان كومبتيتيف يعني مفيش تنافسية. هو ايه الفرق؟ الفرق في الكومبتيتيف ان انا بروح ارتبط بنفس موقع ارتباط السبستريت وبالتالي انا والسبستريت بنتخانق على نفس الانزيم، انا والسبستريت بنتخانق على نفس الانزيم، ففي بينا تنافس. لو السبستريت كسب الانزيم اشتغل، لو انا المادة اللي هعمل انهبيشن كسبت يبقى خلاص الانزيم مش هيشتغل. فانا بعمل هنا انهبيشن للاكتيف سايت اللي هو موقع الايه؟ النشاط او الارتباط بتاع الانزيم. في النون كومبتيتيف لا، انا بروح امسك في الالوستيريك سايت فببوظ الانزيم وبالتالي هنا ما فيش تنافسية. انا كانهبيتور كمادة بتعمل انهبيشن لو موجود ومسكت في الالوستيريك سايت حتى لو جبت لي سبستريت الدنيا والاخره خلاص مفيش كومبيتيشن. مفيش كومبيتيشن، الانزيم واقف عن العمل لاني لسه ماسك في الالوستيريك سايت. لما اسيبه تبقوا تشتغلوا، فهنا في نون كومبيتيشن. الكومبيتيشن بتعتمد على تركيز السبستريت، لو كتير هنتغلب على الانزيم. وبالتالي لما يكون في سبستريت وانا احط انهبيتور جوه علشان اشيل السبستريت يبقى محتاج انزيم قصدي محتاج سبستريت اكتر تاني. لو انا معايا سبستريت وحطيت الانهبيتور جوه الانزيم انا محتاج كمية سبستريت اكتر واكتر واكتر عشان اطلع الانزيم من مكانه. طيب كده الكي ام تزيد ولا تقل؟ انا لما حطيت الانهبيتور قابلية الانزيم للارتباط قلت بدليل ان علشان يرتبط زودت له عدد السبستريت، فكده الكي ام زادت، كمية السبستريت اللي انا محتاجها زادت. طب في النون كومبتيتيف، في النون كومبتيتيف انا اسف هنا الكي ام قلت، الكي ام قلت لان الكي ام هي الافينيتي فالافينيتي قلت. أنا قلت لك الكي ام بتدل على معدل الحب، لما انا حطيت له الانهبيتور ما عادش بيحد بالسبستريت بدليل ان انا حطيت له منه كميه كبيره ومش راضي يرتبط بيهم، فالكي ام هنا قلت. طيب النون كومبتيتيف انهبيشن بقى يقول لك لا، ده انا هنا خلاص السبستريت ولا عاد هيرتبط فما عادش في حاجه كي ام اصلا، ما عادش في افينيتي اصلا لان رابط في الالوستيريك سايت. بالنسبه للان كومبتيتيف هي مش عليك وهو ما شرحهاش، بس الفكره اننا بنسيب الانزيم يرتبط بالسبستريت وبعدين نروح نمسكهم الاتنين في بعض ونمنع تكوين المواد الناتجة. تمام؟ يبقى هنا مش تنافسي، مفيش اصلا تنافسية. الفرق بينهم ان النون كومبتيتيف ما خليتوش يرتبط، الان كومبتيتيف خليته يرتبط وبعد كده قفلت. تمام؟ هو شرح لي هنا بس الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف، فبيقول لي في الكومبتيتيف انا الانهبيتور الماده اللي هتعمل انهبيشن نفس الشكل بتاع السبستريت وهترتبط بنفس البايندنج سايت وبالتالي هيبقى في تنافس.
طيب هيبقى في تنافس مع السبستريت على الانزيم سيرفيس على سطح الانزيم. زي مين بقى؟ مثال قال لي الالوبيورينول. الالوبيورينول دي مادة بتتنافس مع اليوريك اسيد على الزنسين اوكسيديز انزيم. المفروض ان الزنسين اوكسيديز كان بيحول البيورين الى يوريك اسيد. لما انا احط الالوبيورينول فانا بوقف الزنسين اوكسيديز. بيستخدم الالوبيورينول في علاج مرض الجوت، لان لما بحول البيورين الى يوريك اسيد، اليوريك اسيد بيروح يترسب في المفاصل فيعمل لي مرض اللي هو النقرس الجوت. فانا دلوقتي الوبيورينول بيتنافس مع البيورين فبيقفل البيورين، بيمنع البيورين انه يرتبط بنزنسين اوكسيديز، يبقى ده تنافسي. طيب في برضه الميزوتريكزيت بيتنافس مع الداي هيدروفوليت على الداي هيدروفوليت ريدكتيز. الداي هيدروفوليت ريدكتيز بيحول لي الداي هيدروفوليت الى تترا هيدروفوليت. الخلية بتستخدم التترا هيدروفوليك في الانقسام. طب انا بستخدم الميزوتريكسيت كانتي كانسر دراج، يمنع السيل ديفيجن عن طريق ان هو يمنع التترا هيدروفوليت اللازم للسيل ديفيجن، بانه يتنافس مع الداي هيدروفوليت في تحويله الى تترا هيدروفوليت عن طريق الداي هيدروفوليت ريدكتيز. فالميزوتريكسيت تقفل الداي هيدروفوليت ريدكتيز. طيب برضو عندي النون كومبيتيتيف. قال لي لا، هنا الانهبيتور مش نفس الاستراكشر بتاع السبستريت ولا بيرتبط بنفس البايندنج سايت بتاعه، امال بيرتبط بديفرنت سايت اللي هو الالوستيريك. طيب بيقول لي شوف بقى في الكومبيتيتيف التنافسي هزود الكي ام. انا كنت قلت لكم فوق هقلل باين، لا انا هزود الكي ام. والفكره انا قلت لك اهوت ان انا ده التفاعل بتاعي، كل ما الكي ام كانت ناحيه الشمال صغيره معناها ان انا بحب اكتر، كل ما الكي ام كانت كبيره معناها ان انا ما بحبش. فانا هنا ما عدتش بحب لان محتاج كميه سبستريت كبيره جدا عشان ابدا ارتبط، وبالتالي انا بزود الكي ام لان بنقل المنحنى ناحيه اليمين. تمام، بزود الكي ام. انا قلتها فوق باين بقلل، او قلتها تزود وبعدين قلت تقلل. لا، هي تزود الكي ام كل ما كانت قليله كل ما الافينيتي تبقى عاليه، لان باقل تركيز انا بدي افكت. لكن الكي ام لو كبيره معناه ان انا محتاج تركيز عالي عشان ادي افكت، فانا هنا محتاج تركيز عالي عشان اشيل الانهبيتور وادي افكت، فبزود الكي ام. تمام. الفي ماكس انتشنجد ليه؟ لان احنا لو معانا سبستريت كتير نقدر نشيل الانهبيتور وندي نفس الافكت اللي احنا كنا بنديه قبل كده، فالاي ماكس ما اتاثرتش. هنا بقى انا بعمل لور في الفي ماكس وبعمل لور برضو في الكي ام. تقول له يا دكتور ازاي؟ انا برتبط في الان كومبيتيتيف بالانزيم سبستريت كومبلكس، صح؟ وبالتالي هشجع الانزيم انه يرتبط بالسبستريت عشان اروح ارتبط بيهم واعمل لهم انهبيشن. فهشجع ان هم يرتبطوا، يعني هقلل الكي ام، يعني هخلي اقل كميه سبستريت تنشط الانزيم والانزيم يشترك يرتبط بيها. وبعد ما يرتبط بيها خليت الكي ام قليل، اقوم رايح اعمل لهم انهبيشن فما اديش في ماكس، ما اديش افكت، فالفي ماكس يقل. يبقى انا هحفز الافينيتي، خلي الانزيم يرتبط بالسبستريت وبعدين اروح امسك فيهم عشان اعمل لهم انهبيشن. ده الان كومبيتيتيف، يبقى قللت الكي ام وقللت برضو الفي ماكس لان مفيش افكت هيتم. طب النون كومبيتيتيف بقى، النون كومبيتيتيف هتقلل لي الفي ماكس، الكي ام زي ما هو، ان الانزيم اللي انا ما جيتش يمته وما ارتبطتش بالالوستيريك سايت بتاعه هيفضل ثابت عادي وهيرتبط بنفس الكي ام بتاعته. لكن الفي ماكس ككل قلت لان في انزيمز اتقفلت. انا كان عندي 100 انزيم، تمام، قفلت 50 اتبقى 50. ال 50 الباقيين طبيعيين ليهم نفس الكي ام، ولكن هل ال 50 يدوا نفس الافكت بتاع ال 100؟ لا، يبقى الفي ماكس بتقل. تمام. الناحيه التانيه برضو انا عندي 100، نشطت ال 100 ان هم يرتبطوا بالسبستريت بسرعه عشان اروح اقفلهم، فبرضو اللي انا قفلته الفي ماكس هتقل، وعشان نشطت الارتباط يبقى الكي ام تقل. في الكومبيتيتيف بقى انا كان عندي 100 انزيم بيرتبطوا ب 100 سبستريت، فجبت 100 انهبيتور، فدلوقتي كنت محتاج 200 سبستريت، يبقى عدد السبستريت زاد يبقى الكي ام يزيد. طب ال 100 لما يبقوا موجودين 100، ال 200 لما يبقوا موجودين 100 يشيلوا الانهبيشن و100 يرتبطوا فيدوني نفس الافكت اللي هو 100، يبقى الفي ماكس ان تشينج. تمام. دي كده كانت الكاينيتيك والشغل بتاع الكومبيتيشن اللي هو الانهبيشن. طيب في عندي حاجه اسمها الزيموجين او البرو انزيم. الزيموجين كليفج ان انا بكون الانزيم الاول في صوره غير نشطه اللي هي البرو انزيم، وبعدين اعمل له كليفج اكسره عشان اكون الانزيم.
فبقول لي معظم الانزيمات بتتكون في صورة غير نشطة، نسميها الزيموجين او البرو انزيم. ليه هكون انزيم في صورة غير نشطة؟ قال لي علشان احمي السكريتوري سيل. ما افرض الانزيم ده مثلا بروتيز انزيم بيكسر البروتينات، والخلية او التشو بروتيني، يبقى لما يعني مثلا يقول لك ايه، المعدة بتهضم بروتينات، طب مقدار المعدة عضلي بروتين، ليه ما بيتهضمش؟ دي نفس الفكرة، ان البيبسين اللي بيطلع من المعدة عشان يهضم البروتينات بيطلع في صورة بيبسينوجين، ده برو انزيم او زيموجين. البيبسينوجين يتحول الى بيبسين فين؟ داخل اليومن، لما يكون خلاص خرج من المعدة وداخل التجويف بتاعها. تمام، فده بروتكت السكريتوري سيل والترانسبورتنج داكت سيستم على ما الانزيم يخرج وبعدين يبقى يتنشط بره. في نفس الوقت اقدر اخزن الانزيم، والانزيم ده بيكوي، بيقتل، بيفعل، بيعمل اي حاجه، فاقدر ان انا اخزنه بدون اي مشاكل لانه لسه في الانكتيفيتد ستيت. في نفس الوقت اوفر ميكانيزم اعمل بيه ريجوليشن للانزيم اكتيفيتي. اهو طول ما هو لسه برو انزيم مش شغال. طب عوزت ان انا بقى ازود الاكشن، حوله لاكتيف انزيم. عوزت ان انا اقلل الاكشن، ما عندش تحول لاكتيف انزيم، يبقى كده في ريجوليتوري ميكانيزم عادت متوفره بالنسبه لي. يبقى ده الزيموجين اهو. تمام، ادي الزيموجين، شلت منه ايه حاجه وحطيت له حاجه تانية بقى اكتف. الزيموجين اكتيفيشن او كليفج، اشيل او احط. طيب الزيموجين is activated by او release of inhibitory polypeptide، ان انا اشيل حاجه او اعمل conformational change. يعني مثلا في association with كوفاكتور زي المغنيسيوم او الكو انزيم اللي هي الحاجات. يعني الكو انزيم بقى انت هتفهم دلوقتي فايدتها ايه. لما خدنا الفيتامينات، الكو انزيم كانت بتساعد الانزيم ان هو يشتغل، انها بتحول البرو انزيم الى انزيم. تمام، او associated with another بروتين زي الكو انزيم، ان الارتباط بالمغنيسيوم نشط. تمام، يبقى يا اما ريليز اوف انهبيتوري بوليبيبتايد اكسره واشيله من الانزيم فالانزيم اتنشط، او اضيف له ماده تانية او اغير في شكله. تمام، ده كده كان الزيموجين اكتيفيشن. طيب بالنسبه للايزو انزيم، موضوع مهم جدا وموضوع جميل وعايزين ناخده بسرعه كده، مش هنغيب فيه ان شاء الله. الايزو انزيم انه بيقول لي كل انزيم له متشابهات. تمام، ان هو مالتيبل فورم اوف انزيم بس لهم ذا سيم كاتاليتيك اكتيفيتي، يعني بيعملوا نفس الشغل ولكن الاستراكشر بتاع ده غير ده غير ده غير ده، فبسميهم كلهم ايزو انزيم لانهم بيدوني نفس الشغل، بس هما فيزيكالي بيبقوا ديسكنكت، او الالكترو فوريتك موبيليتي او ليابيليتي برضو بتبقى ايه مختلفه. يبقى الفيزيكالي ديسترينكت اللي هو الكاتاليتيك اكتيفيتي اللي هو النشاط بتاعه واحد، لكن الموبيليتي والليابيليتي بتاعته اللي هو اتاحيته في المكان بتبقى ايه مختلفة. يبقى كلمة ايزو معناها ذا سيم، ايزو انزيم يعني سيم انزيم. كل ده في الفاضي، افهم بقى معايا يعني ايه ايزو انزيم. من الانزيمات الاول اللي موجودة في صورة ايزو انزيم قال لي لاكتيد هيدروجينيز وكيراتين كاينيز واسيد فوسفاتيز والكالاين فوسفاتيز. طيب لما اجي ابص على اول انزيم معايا اللي هو اللاكتيد هيدروجينيز، ازاي منه يا دكتور ايزو انزيم؟ قال لي اللاكتيد هيدروجينيز دوت بيشتغل بانه بيشيل لي 2 هيدروجين اتوم من اللاكتيك اسيد ويحوله الى بايروفيت. ده كده الرياكشن بتاعه، بيشيل 2 هيدروجين من اللاكتيك اسيد ويحوله الى بايروفيت اللي هو اللاكتيد هيدروجينيز. في مشكلة؟ مفيش اي مشكلة. الرياكشن ده بيحصل في الكبد بانزيم، وبيحصل في القلب بانزيم تاني، وبيحصل في باقي اعضاء الجسم بانزيم تالت. يبقى دي اسمهم ايزو انزيم، بيعملوا نفس الرياكشن بس مختلفين. منين بقى جه الاختلاف بتاعهم؟ قال لي اصل البروتين دوت بيتكون من 4 سب يونت تتراميريك. تتراميريك لو انت فاكر البروتين ستراكشر قلنا دايميريك، مونوميريك، ترايميريك، هو بيتكون من سب يونت ولا 2 ولا 3 ولا 4، فده بيتكون من 4 سب يونت، فهو تتراميريك. نوعين من السب يونت، يبقى هو بيتكون من 4 سب يونت. السب يونتس دي نوعين بس، يا سب يونت اتش يا سب يونت ام. سب يونت اتش سب يونت ام. طب تعالى بقى نشوف نقدر نكون كام تشكيلة منه. مش هو 4 اتش وام؟ يبقى عندي 4 اتش صح، 3 اتش وواحدة ام، 2 اتش و2 ام. طيب واحدة اتش و3 ام و4 ام، صح؟ مش دول الخمسة انزيم اللي انا ممكن اكونهم من التو سب يونت دول؟ هو بيتكون من 4 سب يونت، ده 4 وده 4 وده 4 وده 4 وده 4. بيدخل في تركيبه يا اما اتش يا اما ام. طب ما انا وزعتهم اهم،
قال لي اتش بتبقى اكتر ناحيه الهارت، فلما اقول لك 4 اتش ده يبقى ده اكيد موجود في القلب. طب ام بتبقى موجوده اكتر ناحيه السكليتال ماسل، يبقى الفور ام ده اكيد في السكليتال ماسل. ما بينهم بقى بنبدا نوزع فيه اورجانز تانيين. فيقول لي في عندنا 5 فيزيكالي ديستنكت ايزو انزيم، يبقى مختلفين، هم مختلفين لانهم ايزو انزيم، ولكن هم كلهم بيعملوا نفس الرياكشن بتاع اللاكتيت دي هيدروجينيز، ان هم بيشيلوا 2 هيدروجين من اللاكتيك اسيد ويحولوه الى بايروفيت، اللي هم بقى ال دي اتش 1 2 3 4 5. طيب بيقول لك ان هم بيزيدوا في حالات المايوكارديال انفاركشن والفيرال هيباتيتس واللوكيميا. الفكره في ايه؟ الفكره ان الانزيمات دي انتراسولار انزيم موجوده داخل الخليه، فهم موجودين داخل خلايا القلب والكبد والبلاد فيزلز. فلو لقيت نسبتهم عاليه في البلازما، معناهم ان الخليه بتاعه الاورجان باظت، فرقعت، ربشرت، والانزيم خرج من جواها فبقى متاح في البلازما. فلو في مايوكارديال انفاركشن الانزيم هيبقى عالي، فلو لقيته عالي يبقى كده في هارت ديسيز. برضه لو لقيته عالي يبقى في ليفر ديسيز، في بلاد ديسيز، على حسب هو انهي ايزو انزيم فيهم. فلو جيت تبص هتلاقي اهوت 4 اتش 3 اتش 1 ام 2 2 2 1 3 4. فيقول لي ال دي اتش 1 ده بتاع الاتش ده موجود في المايوكارديوم وموجود في الار بي سيز. امتى يزيد في البلازما؟ لما يكون في مايوكارديال انفاركشن. طيب ال دي اتش 2 موجود في المايوكارديوم والار بي سي. ال دي اتش 3 في الكدني والبرين، ال دي اتش 4 في الليفر والسكليتال ماسل، كدني الكليه والبرين المخ، المايوكارديوم اللي هي عضله القلب، الليفر اللي هو الكبد، السكليتال ماسل اللي هو ايه العضلات الهيكليه. ال دي اتش 5 في الليفر والسكليتال ماسل. طيب امتى يزيد ال دي اتش 5 في السكليتال ماسل ديسيز والليفر ديسيز؟ طب لو انا جيت ادور في الدم ولقيت ال دي اتش 1 عالي بنسبه كبيره، يبقى دي معناها ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. ده اللي هو عايزك تعرفه. فبيقول لهوت الكلينيكال سيجنيفيكان، اهميه ان انا عرفت الايزو انزيم بتاعت اللاكتيت دهيدروجينيز، ان لو في دامج في المايوكارديوم او في الليفر هيؤدي الى زياده التوتال سيرم ال دي اتش. في الشخص الطبيعي ال دي اتش 2 هو بيبقى اكتر بروميننت، اكتر ايزو انزيم بروميننت، يعني اكتر ايزو انزيم موجود في القلب، موجود في الدم، اللي هو ال دي اتش 2. ال دي اتش 5 ما تشوفوش قوي. طيب لو في مايوكارديال انفاركشن تلاقي ال دي اتش 2 زاد عن الطبيعي، هو اصلا موجود في البلازما، زاد عن الطبيعي وزاد معاه كمان ال دي اتش 1. في الاكيوت فيرال هيباتيتس تلاقي ال دي اتش 5 وال دي اتش 4 لانهم موجودين في الليفر وفي المصل، السكيتال مصل. في حالات المالجنانسي يقول لك تلاقي كل السيرم ال دي اتش زايده، وخاصه ال دي اتش 3 و4 و5 اللي هو سرطان الدم، وال 3 و4 و5. ال دي اتش 5 تزيد لوحدها بشكل ملحوظ في سرطان البريست. هما كلهم بيزيدوا في السرطانات، بس اللي بيبقى زايد قوي 3 4 5 يبقى دم نيوبلاستيك ديسيز. 5 لوحده زايد قوي يبقى ده بريست كارسينوما. تمام، يبقى دي الكلينيكال سيجنيفيكانت بتاعت اللاكتيت دهيدروجينيز ايزو انزيم، ان انا عرفت في امراض ولا لا، لان كل الانزيمز دي انتراسولار موجوده داخل الخليه. فمعنى ان في انزيم معنى ان في انزيم منهم عالي قوي في البلازما ان في دامج في اي خليه حسب الاورجان اللي موجود في هذا الانزيم. نفس الفكره في الكراتين كاينيز، بيتكون من 2 سب يونت، والاتنين سب يونت دول ام فور ماسل وبي فور برين، فيبقى عندي منه 3 اللي هو ايه 2 ام وام بي و2 بي، صح؟ فيبقى موجود منه كراتين كاينيز، كراتين كاينيز 1، كراتين كاينيز 2، كراتين كاينيز 3. يقول لك الام بي اللي هو 2 ده بتاع الكاردياك ماسل، الام بتاع السكليتال ماسل، البي بي برين ولانج. فانت بقى شوف بقى في كراتين، مثلا لقيت لاكتيت ديهيدروجينيز 5 عالي، ولقيت كراتين كاينيز ام بي عالي. ما الام بي انا اسف ام عالي. طب ما هو اللاكتيت ديهيدروجينيز 5 بتاع السكليتال ماسل والليفر، والكراتين كاينيز ام ده بتاع السكليتال ماسل، يبقى الاتنين دول زايدين عشان خاطر مين؟ سكليتال ماسل ديسيز، سكليتال ماسل ديسيز. طب انت مثلا عارف ان ال دي 1 بتاع الهارت، والكراتين كاينيز ام بي ده بتاع الكاردياك ماسل، لقيت الاتنين عاليين يبقى ده كاردياك ماسل. تمام، اصل فوق في اللاكتيت ديهيدروجينيز في الجدول كان مثلا جايب لك ده مايوكارديال او مايوكارديوم وار بي سيز. طب انت تعرف هو خارج من الار بي سيز ولا مايوكارديوم ازاي؟ انت ما بتعملش بقى لاكتيت ديهيدروجينيز بس، بتعمل تحليل لاكتيت ديهيدروجينيز، وبتعمل تحليل
كراتين كاينيز، تعمل كذا انزيم يعني. طيب عندي اخر واحد معايا اللي هو الالكالاين فوسفاتيز. الالكالاين فوسفاتيز او بنسميه الاي ال بي، ده بيبقى انديكيشن لاكسترا هيباتيك اوبستراكشن اكتر من انترا هيباتيك اوبستراكشن. يعني في انسداد حاصل خارج الليفر، تمام، في الاورده المحيطه بالليفر، يبقى اكسترا هيباتيك اوبستراكشن اكتر من انترا هيباتيك اوبستراكشن. كمان بيقول لي في البون الانزيم دوت بيبقى جاي من الاوستيوبلاست اللي هي الخلايا اللي بتبني البون، فزيادته معناها امراض في البون زي الريكتس الكساح والاوستيوماليشيا هشاشة العظام والنيوبلاستيك ديسيز زي البون ميتاستاسيس اللي هو الكانسر في البون يعني. الالكالاين فوسفاتيز يقول لك الفسيولوجي بتاعه او الفسيولوجيكال بتاعه الانفانسي والبيوبرتي، اللي هو اسباب زياده الكراتين ايه، اسباب زياده الالكالاين فوسفاتيز. ممكن تيجي سؤال ريتن دي على فكره، اسباب زياده الالكالاين فوسفاتيز. فسيولوجيكال ده طبيعي، الالكالاين فوسفاتيز بيزيد مع الطفوله في الاطفال والبيوبرتي والبريجنانسي والانتستينال ايزونزايم. البون ديسيز بقى يقول لك ايه، هايبر باراثايروديزم اوستيوماليشيا وريكت وباجيتس ديسيز اوف بون، ده مرض بيجي في العظم، واوستيومالايتس التهاب العظم، تمام. هيباتو بيلاري ديسيز اللي هو الهيباتيتس والكوليسيزيس والسيروزس واذر زي الكارسينوما اوف البرونكس، دول يزيد فيهم الالكالاين فوسفاتيز، تمام. دي ممكن تجي ام سي كيو على فكره. احنا كده خدنا 3 انزيم، وبص المحاضره دي اهم حاجه فيها حته الايزو انزيم اللي في الاخر اللي هو اللاكتيد هيدروجينيز والكراتين كاينيز والالكالاين فوسفاتيز، يتذاكروا كويس جدا جدا جدا، تمام. كده محاضره الانزيم خلصت. موفق.